الشياكة والأناقة في هذا التمثال. تمثال حاملة القرابين كما هو معروف، وربما تكون سيدة تحمل أغراضها. هذا التمثال المدهش موجود في المتحف المصري بالتحرير. تظهر السيدة في هذا التمثال مزينة بسخاء بالمجوهرات، كما ترتدي فستانا مزخرفا بنمط من الريش، وهو أسلوب يرتبط عادة بالإلهات أو المعبودات. يدعم الفستان حزامان عريضان ويغطيان صدرها. واستكمالا لأناقة هذه السيدة، تتزين قلادتها بخيوط متعددة من الخرز، ألوان الأحمر والأخضر والأبيض والأزرق. كما نرى يزين معصميها أساور صغيرة، وأيضا يحيط بكاحليها شريطان رائعان، هذا بخلاف تسريحة الشعر المميزة. كل هذه الملامح التي تنم عن سيدة تعرف الذوق في ارتداء ملابسها تؤكد أو توضح بشكل كبير أنها ربما ليست حاملة قرابين بالفعل، وربما هي سيدة تحمل أشياءها التي جلبتها من السوق أو ما شابه. ويوحي هذا أيضا بأنها سيدة ذات مكانة كبيرة. نرى روعة ما ترتديه هذه السيدة، والذي يؤكد على أن الحضارة المصرية القديمة عرفت الفاشن أو الموضة كما نقول بزهاء الألوان التي تزين هذا الرداء الذي ينم عن روعة وذوق فني عالي لمن نحت وصمم هذا التمثال.